اتصلوا علي الساعة 2 في الليل الدكتور عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور عمر. اي نعم، اتصلوا علي في البيت. فعندنا حالة طارئة ضروري يا دكتور. رجل كبير في السن مع امرأة أصيبوا في حادث سيارة. ركب سيارته وجاء مسرع على المستشفى. طبعا الدكتور عمر استشاري مخ وأعصاب. دخل المستشفى على طول. راح له الطوارئ. طبعا الطوارئ قدم سووا تقرير مبدئي. شيك على التقرير، طلع عندهم والله الحرمة في عندها نزيف في الدماغ. قال دخلوها فورا على غرفة العمليات. دخل على غرفة العمليات، بدأ حالة طارئة ومع العجلة مع الدربكة كذا. أراد أن بس يسعف المرأة هذه. طبعا الدكتور عمر بعد ما سوى العملية وكل شيء وهو يسوي العملية، طبعا الحرمة وجهها مكشوف، الحالة الطارئة يعني ما شدت انتباهه إلا أنه يعني يشعر بأنه هذه المرأة يعرفها، بس كان شعور بسيط جدا مع العجلة والحالة الطارئة اللي هي فيها. بعد ما خلص العمليات راح للريسبشن عند قسم التمريض وكذا. فتح الملف. قال أعطوني اسمها. أعطوها اسمها فلانة بنت فلان الفلاني. يوم قالوا اسمها تذكر الدكتور عمر. تذكر. بدأ الدكتور الاسم أعطى إشارة كذا، رن في دماغه اسم المرأة هذه. هي؟ لا لا لا، مو معقول. خرج من قسم التمريض وراح لغرفة العمليات مرة ثانية عشان هي موجودة هناك. بعدين دخلوها على غرفة العناية المركزة، راح لها قاعد يطالع فيها. الملامح ما هي غريبة. هي راح للملفها، طلع انه والله راجع الملف انه اصيبت بحادث هي وزوجها. قال طب فين زوجها؟ قالوا زوجها جاء كسر بس في اليد واصابته خفيفة في قسم التنويم. راح لزوجها فورا، راح لزوجها. دخل السلام عليكم. السلام، الحمد لله على السلامة يا والد، اخبارك كيف امورك؟ طيب كلمني عن الحادث ايش صار، وحكى له قصة الحادث. طبعا هو رايح وجاي وكذا، كان معاه استشاري برضه دكتور زميله. فشاف انه استغرب دكتور عمر ماله كذا من يوم ما يعني دخلنا على الحرمة هذه وشافها وقرأ ملفها، يعني ما هو في المود. فقعد يسأل الرجل كيف الحادث صار وكذا. حكى له الحادث واللي صار بالضبط وكذا. قال له معلش اسمك الكامل كذا كذا، زوجتك اسمها كذا كذا. نعم ايوه اسمها. فسأله قال له أنت تعمل؟ قال أنا متقاعد. وزوجتك؟ قال متقاعدة. قال إيش كانت تعمل زوجتك؟ قال كانت معلمة. يوم قالت معلمة، قال كانت تعمل في المدرسة الفلانية؟ قال نعم. الدكتور تأثر تأثر شديد جدا 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 لما سمع المعلومة. قال أنتوا كنتوا ساكنين في المكان الفلاني؟ قال له نعم. أنت تعرفنا؟ قال أيوة أعرفكم، بس أنت ما تعرفني، هي تعرفني بس. خرج من الغرفة وهو متأثر تأثر شديد. قال له الدكتور يا دكتور عمر مالك؟ إيش فيه؟ يا أخي فهمني الموضوع. قال له الموضوع قديم قديم جدا، أنا أرجوك خليني شوية بس كذا أستفيق. تحرك الدكتور عمر، راح لوين؟ لقسم التحصيل، المستشفى هذا مش حكومي، خاص. وراح قال لهم جميع تكاليف المرأة هذه وزوجها على حسابي الخاص. قال والله هم جونا في حادث دخلناهم للضرورة ولكن ما تواصلنا معه. قال لا خلاص مفتوح الحساب، حسابهم عندي أنا شخصيا. رجع الدكتور عمر، راح للعناية المركزة يحرص على الممرضات وعلى قسم العناية المركزة. اهتموا فيها، هذه والدتي، هذه أمي. هي ما أمه لكن يقول لهم هذه زي أمي. اهتموا فيها اهتمام شديد جدا. خرج الدكتور طبعا ما راح لبيته، خلاص انتهت العملية، روح البيت ريح. لا، قعد في المستشفى وقال لهم أي تطور تحسن أو مضاعفات لهذه المريضة تبلغوني فورا، أنا موجود هنا في المستشفى ما حخرج. وبالفعل بقي في المستشفى. جاء اليوم الثاني طبعا ريح في المستشفى، وبعد كذا كمل دوام وكذا، وكل شوية يمر عليها كل فراغي يمر على العناية المركزة وكذا.
فانتشرت سالفة الحرمة في المستشفى بين الأطباء وكذا، فجاء مدير المستشفى طلب الدكتور عمر، قال له يا دكتور عمر جاتنا أخبار وكذا أنه هذه قريبتك وأنك أنت دفعت الفلوس، يعني شيك مفتوح يعني لهم قد ما تصرف، وحيكون في صرفية على قال علي، ما في مشكلة. إيش قصة هالحرمة هذه يا دكتور عمر؟ وضح لنا. قال هذه المرأة حصل لي موقف معها ما أنساه ما تحييت، ولن أنسى فضل هذه المرأة. يقول في يوم من الأيام الأستاذة هذه أو المعلمة هذه، كانوا الطلاب ظروف صعبة الحياة زمان يعني، فيقول في كانت يعني عند الفسحة، يقول إحنا أولى ابتدائي ثاني ابتدائي ثالثة ابتدائي في السنين هذه يعني، في الفسحة وقت الفسحة يقول يروحون كل الطلاب اللي يبغى ياكل يعني يروح الفناء المدرسة أو حوش المدرسة يفطر وكذا. يقول ما كنت أنزل أنا مع حمل لأنه ما عندي فطور أصلا ولا عندي أكل. يقول في يوم من الأيام كنت جيعان جدا جدا جدا، يقول فأخذت من شنطة زميلي الأكل حقه وخبيته في شنطتي. راح هو اشتكى الطالب هذا، أنا يا بلا يا معلمة الأكل حقي انسرق. قالت خلاص اطلعوا كلكم برا الفصل. طلعتهم برا وبدت تفتش الى ان حصلت الاكل في شنطة مين؟ في شنطة عمر. فاخذت الاكل من شنطة عمر ورجعته في شنطة الولد وقفلت الشنطة وكل شيء. فقالت يلا ادخلوا. دخلوا الفصل، فقالت خلاص شوف اكلك في شنطتك بس انت يمكن ما فتشت كويس. بالفعل فتش الولد حصله موجود. قال لي والله صح. مشوا الطلاب وكذا كل شيء، خلاص نزلوا فسحة يا اولاد وكذا. تعال يا عمر بكلمك. فجت قالت يا ولدي ليش سويت كذا؟ قال والله يا أبلة أنا من أمس ما أكلت ولا شيء وجيعان جدا جدا. قالت فين أبوك طيب؟ ليش ما يعطيك أبوك؟ قال أبوي متوفي. طيب وأمك؟ قال أمي تعبانة وظروفنا صعبة وما عندنا أكل. قالت خلاص لا تاخذ أي شيء من أحد، أنا كل يوم بسوي لك فطور من البيت، أسوي سندوتش لي وأسوي سندوتش لك. اول ما تجي المدرسه لا تروح فصلك، تعال عندي في غرفه المدرسين انا اعطيك السندوتش وحطه في شنطتك. واتفقوا على هذا الكلام من اولى ابتدائي الى سادسه ابتدائي، وهم على هذه الطريقه يوميا. بل احيانا صارت المعلمه هذه تسوي 4 5 سندوتشات وتعطيه وتقول هذا الباقي اعطيه اخواتك الصغار وامك في البيت. وبقي على هذا الامر. طبعا تخرج راح للمتوسطه ثم الثانوي. لما راح الثانوي بدت يعني انتقل هو من مكان لحي ثاني بحكم المدرسة عشان بعيدة عنه، فانتقلوا في محل جديد وبدت العلاقة تخف. كمل دراسته إلى أن أصبح دكتور ومع مشاغل الحياة نسي إلى أن جات الفرصة هذه. فطبعا الدكتور يحكي مين؟ يحكي المدير المستشفى. فتأثر مدير المستشفى فقال له يا دكتور عمر جميع تكاليفهم على حساب المستشفى. فشوف سبحان الله الحرمة هذه عملت الخير والمعروف وغرست وحصلته بعد سنين طويلة. هذا في الدنيا، غير اللي عند الله عز وجل يوم القيامة.